بفيديو تصريح خطير يهز العالم من الرئيس الأمريكي جو بايدن يصدم الجزائر وحفيد مانيلدا بعد تطاوله على المغرب في حفل افتتاح الشام، ويكشف مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا قال. أولا، إذا كنت مسلم لا تنسى الإعجاب بالقناة، تشجيعا لنا لتصبر في نشر المزيد إن شاء الله. بعد الفضيحة الكبرى التي شهدتها الجزائر وذلك لأثر استضافتها لحفيد من أحفاد مانيلدا الذي دفعت له الجزائر ملايين من الدولارات للحضور إلى هذا الحفل والتطاول على المغرب والصحراء المغربية، ووصفها بأنها جزائرية ومحتلة من طرف المغرب، وأعلن عن دعمه للبوليزاريو. لكن ما هز العالم هو تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد هذه الواقعة. وقال جو بايدن في تصريح في القناة CNN الأمريكية: لقد شاهدت تلك المهزلة، وكيف استضافت الجزائر حفيد نيلسون مانديلا ودفعت له ملايين من الدولارات، وطلبت منه التطاول على المغرب والصحراء المغربية ودعمه لجبهة البوليزاريو. ولهذا أنا أريد أن أقول باختصار للجزائر أنها أنفقت الملايين من الدولارات التي دفعتها لذلك المتسول ضاعت هباء، ولا أحد يستطيع فصل المغرب عن صحرائه، لأنها كانت وستظل مغربية إلى الأبد. والأمر أصبح معروفا دوليا، فالجزائر تهدر الملايين من الدولارات من أجل التشويه بسمعة المغرب، بين المغرب يتقدم ويزدهر ويصرف أمواله في أمور لصالح الدولة، لا يشغل نفسه في صرف أمواله من أجل الإساءة للدول الأخرى. لهذا فأنا أرى المغرب أفضل من الجزائر في كل شيء. وأنا أحيي المغرب على انسحابه من هذه البطولة الفاشلة، ويكفيه ما حققه خلال كأس العالم. ما رأيكم في تصريحات جو بايدن؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.